أعرف سفاح مشهور كان متخصص في قتل العيال الصغيرة بعد ما يغتصبهم، ولما الحكومة قبضت عليه وأعدمته الناس كتبت اسمه على المحلات والميكروباصات. سنة 2006 الحكومة لقت أشلاء جثة طفل جوه سرداب تحت محطة شبرا. قالوا ماشي، قضية قتل والمجني فيها طفل صغير، مش أول مرة تحصل وأكيد مش هتكون آخر مرة. لحد بعدها بكام يوم لقيوا أشلاء جثة طفل تاني في اسكندرية، وبعدها بكام يوم أشلاء جثة طفل تالت في طنطا. لا بقى، اعمل لي حملات على كل محطات القطر في كل المحافظات لحد ما لقيوا 12 جثة طفل متقطعين أشلاء. لا، ده تشكيل عصابي. وهنا بدأت الحكومة تربط الخيوط ببعض. طريقة القتل واحدة وهي تقطيع الجثث لأشلاء، نوع القتيل واحد، كلهم أطفال في أعمار متقاربة، ومسرح الجريمة واحد. كل الحوادث حصلت في محطات قطر، يبقى القاتل إيه؟ يبقى القاتل واحد. مين هو؟